بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب أو الملفوف، وإزاي تكوني أستاذة في لف المحشي وطريقة التسوية. معانا هنا كرنبة زي ما انتوا شايفين، بنجهز المية للسلق الكرنبة. هنا الكرنبة اللي معايا كبيرة في الحجم، ولما تيجي تختاري الكرنب او تشتري الكرنب لازم تكون مش مكبوسة جامد ولا هايشة جدا، علشان الورق بتاعها يكون مفرود وجميل معاكي. بنشيل الورق الاخضر من فوق، وده شكل الكرنبة بعد ما شلنا الورق الاخضر. انا هسلق الورق الاخضر في الاخر علشان بيكون مطرب شوية، فهنضطر نشطفه بمية كمان. هنا علشان حجم الكرنبة اللي معانا كبير شوية، فهنشيل ورقة ورقة بالشكل ده وهنسلقها في الحلة. والطريقة دي بتكون جميلة وما بتهدرش معاكي ورق كتير زي الطرق الكتير الموجودة على القنوات. بتقطع الكرنبة وهي قبل ما تتسلق، فبتهدر كتير من الورق اللي معانا، علشان سبحان الله الكرنبة الورق بتاعها مش بيكون مرصوص على بعضه، بيكون واخد دوران او بيكون ملفوف على الساق الكرنبة. بنزل الورق يتسلق معانا على حسب ما الحلة بتشيل. بمجرد ما يدبل بنخرجه، بننزل غيره لحد ما بنخلص الكرنبة اللي معانا كلها. وبتضيفي لمية السلق ملح وكمون. شايفين الورقة معانا بعد ما بتدبل بتكون طرية جدا بالشكل ده. هنبتدي نشيل الجزء ده من الكرنبة بمقص او بسكينة على حسب ما انت متعودة. بفرد الورقة اللي معايا، شايفين حجم الورقة كبير ما شاء الله. في طريقتين للتقطيع، ممكن بلف الورقة بالشكل ده وبقطعها بالسكينة او بالمقص وبيطلعوا كلهم مقاس بعض. وفي طريقة تانية بنقطع كده الورق. وفي طريقة تانية برص ورق الكرنب بالشكل ده فوق بعضه، وبفرد الورق كويس جدا وبرصه كله كده فوق بعضه، كله في اتجاه واحد بالشكل ده. وبالسكينة وبقطعه زي ما اكون بقطع جلاش، كله بيطلع مقاس واحد وحجم واحد. شايفين ما شاء الله بيتقطع كله بيكون مقاس واحد. بتقطعيه كده زي ما بتكوني او بتقطعي صينية جلاش. طريقة جميلة وسهلة جدا وبتهدرش معاكي كتير في الورق. هبتدي ارص الورق اللي معايا في مصفى. شايفين ما شاء الله كل الورق مقاس واحد، وهيكون سهل معايا لما نيجي نحشي الكرنب اللي معانا. شايفين الورق
ما شاء الله كلهم حجم واحد ومقاس واحد. هنجهز الصلصة. معايا هنا بصل مفروم، كمية كويسة كده من البصل، وبنزل بالزيت اللي معايا علشان هنحمر البصلة اللي معانا كده ونشوحها ونديها تحميرة خفيفة. عايزة تستخدمي سمنة براحتك، بس انا المحشي بنعمله بزيت، وهقولك على تكاية جميلة كده في اخر الفيديو هتخلي المحشي معاكي يطلع جميل. بعد ما البصلة اتحمرت معانا كده خفيف، بنضيف عصير الطماطم، وبنرش رشة من السكر على عصير الطماطم. وبعد ما الطماطم بتتسبك معانا، لو عندك معجون طماطم او صلصة طماطم بنضيف كده معلقتين كبيرة من الصلصة. هنا معانا التوابل: 2 معلقة كبيرة ملح، 2 معلقة كزبرة، معلقة من خلطة المحشي كمون وفلفل اسود. طبعا دي التوابل الأساسية للمحشي، لو حابة تضيفي أي توابل تانية ليكي حرية الاختيار، ممكن تضيفي أي توابل تانية بتحبي تضيفيها لخلطة المحشي. بس هنا التوابل اللي معانا كفاية. والتوابل اللي معايا هنا لكيلو ونص من الرز. هنا معايا كيلو ونص من الرز مغسول ومتصفي، بنزل بيهم على الصلصة وبقلب كده الرز مع الصلصة، وبكون مجهزة الخضرة ومنقياها كويس وفرماها بمقص او بسكينة. هنا معايا كزبرة خضرة وبقدونس وشبت، انا غسلتهم وقطعتهم. هنيجي بقى لمرحلة اللف. باخد كده حبة صغيرين من الرز وبلف الكرنب اللي معايا او بلف المحشي اللي معايا بالشكل ده. هنلف كده مع بعض كام واحدة. شايفين التقطيعة اللي قطعناها للورق بتسهل علينا ما شاء الله، وبيكون كله بحجم واحد ومقاس واحد. بناخد كده حبة صغيرين جدا من الرز وبنلف بالشكل ده. طبعا محشي الكرنب من الأكلات الجميلة، وبالذات في الشتاء، ومن أنواع المحشي اللي بتكون مفضلة عند ناس كتير. شايفين ما شاء الله اللف بيكون في منتهى الجمال والبساطة بالشكل ده. بنلف بنفس الطريقة لحد ما بنخلص الكمية اللي معانا كلها. أنا هلف الباقي كله بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بعد ما خلصنا اللف زي ما انتوا شايفين ما شاء الله جمال اللف ولون الكرنب. طبعا لو مش حابة تعملي الورق الأخضر برضو براحتك، بس بيكون طعمه جميل. أنا هنا لفيت الكمية كلها. دلوقتي هنيجي لمرحلة التسوية. ممكن تستغني عن الورق الأخضر وبتضيفيه بتحطيه في قاع الحلة علشان المحشي ما يتحرقش معاكي. بنيجي للتكاية اللي قلتلك عليها. بنضيف على المحشي معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومية مغلية، طبعا بتدي طعم جميل جدا للمحشي بعد ما بيستوي. بنزود المية يدوب يغطي المحشي اللي معانا علشان ما يتعجنش معانا.
وعلشان المحشي الكرنب بتكون فيه نسبة كبيرة من السوائل والمية، فيدوب المية اللي معانا تغطي المحشي بالشكل ده. وبنعامل المحشي معاملة الرز في التسوية، بنعلي النار عليه، ولما يتشرب المية بتاعته بنهدي النار لحد ما يستوي. انا هنا معايا ورق اخضر، حطيته كده في اخر الحلة او على الحلة من فوق. شايفين جمال المحشي بعد ما استوى ما شاء الله، شرب المية اللي معانا واستوى وكان في منتهى الجمال. وده كان فيديو النهاردة، ودي طريقتي في عمل المحشي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.